6 شخصيات موجودة في حياتنا، بعضها موجود باختيارنا وبعضها ما اخترناش وجودهم. بنلاقيهم في البيت والشغل وحتى كمان في وسط صحابنا. بنستغربهم جدا، لكن في الآخر أحيانا بيبقى لازم نتعامل معاهم بشكل يحمي سلامنا النفسي. أول شخصية من الشخصيات دي المانيبيوليتور، اللي هو المناور أو المتلاعب. هو بصراحة شاطر جدا ولعيب جدا في التأثير على المحيطين بيه عشان كلهم يخدموا أهدافه. سيطرته بتبقى بمزاجك بجد من غير ما تحس. مرة هيقولك كلام معسول، ومرة هيحسسك بالذنب، مرة هيخوفك من نتائج اختياراتك، ومرة هيعمل شخصية الضعيف عشان انت تبقى القوي وتتحرك لو ده المطلوب لخدمة هدفه. شخصية ناعمة جدا ومش حد خالص عشان يسيطر عليك ويمشيك على مزاجه وانت بتشكره على نعمة وجوده كمان. الشخصية التانية بقى الكريتيسايزر، اللي هو الناقد. ده بينطبق عليه بقى المثل المصري اللي بيقولك ما بيعجبوش العجب ولا الصيام في رجب. لو شاف حاجة حتى لو حاجة كويسة جدا لازم يلاقي فيها حاجة يعلق عليها. بيتكلم كأنه هو الوحيد اللي فاهم، وبالنسبة له كل الناس غلط، هو اللي صح. بيكسر مقاديفك بلا رحمة، وبدل ما يشجعك بيطلع العيوب. هو مش بس بيطلعها، هو مش شايف غيرها أساسا. الناس بتتضايق منه عشان بيحسوا انه بيقلل من مجهودهم لان عينه مش شايفة غير العيوب. الشخصية الثالثة الدراما كوين، ورغم ان الشخصية اسمها دراما كوين لكن ممكن يكون راجل وممكن تكون ست. الشخصية دي مكبرة المواضيع طول الوقت، اي حاجة بسيطة بالنسبة لها فيلم كبير جدا، كل حاجة عندها لازم تتحول لأزمة، وكل موقف نهاية العالم. ودي طريقة الشخصية دي لجذب الانتباه. انا عندي كارثة فانت لازم تديني انتباهك وتهتم بيا. بتزعل بسرعة وتفرح بسرعة، وعندها تغير في المود سريع جدا تخليك مش لاحق ترسى على بر معاها. ساعات الشخصية دي بتكون بتمثل لجذب الانتباه بالطريقة دي، وساعات هي نفسها ما بتكونش عارفة ان دي الحيلة اللي بتستعملها لجذب الانتباه. الشخصية الرابعة انرجي فامباير، اللي هو مصاص الطاقة. ده مش الفامباير اللي بنشوفه في افلام الرعب، لكن بالنسبة لي ما يقلش عنه خطورة. هو مش هيمتص دمك لكن هيمتص طاقتك النفسية والعقلية. كل ما تقعد معاه تحس انك خرجت من القعدة تعبان ومضغوط وكأنك كنت شايل جبل، ولو قلت له خبر حلو، الخبر الحلو ده ممكن يديلك طاقة إيجابية. وهنا يجي دوره كمصاص طاقة، هيلاقي في الخبر الحلو ده حاجة تطفيه. بيشتكي طول الوقت وكل كلامه سلبي، بيرمي عليك مشاكله وأفكاره السلبية، وبيطالبك طول الوقت بحلول. دخلك في نقاشات، في دواير خوف ودواير قلق تكمل معاك بعد ما تخلص كلام معاه، فتضطر ترجع له فيمتص الباقي من طاقتك. الشخصية الخامسة جالس كومبيتيتور، اللي هو المنافس الغيور. هو الشخص اللي دايما شايفك منافس ليه حتى لو انت مش شايفه كده، حتى لو انت مش شايفه خالص. واقول لك كمان حاجة، حتى لو مفيش مجال للتنافس، اصلا جواه اهلي وزمالك ناحيتك من غير ما يكون في اي مباراة من اصله. بيغير منك في صمت وبيراقبك في ادق التفاصيل، وطول الوقت بيقارن نفسه بيك بشكل لا يتوقف. ولو نجحت في حاجة هيبتسم في وشك ويهنيك عليها، ورغم ان جواه نار بتغلي من الغيرة. وفي تفاصيل كلامه هيحسسك انها سهلة واي حد ممكن يعملها. على فكرة ممكن يقلدك بعدها حتى لو ده هيخليه يعمل حاجات مش على مزاجه عشان ما تبقاش انت عملت حاجة هو ما عملهاش. وفي كل ده عمره ما هيعترف انه متأثر بيه، مع ان تأثيرك مسيطر على كل حياته. الشخصية السادسة باوندري فايوليتور او مخترق الحدود. مخترق الحدود ده هو شخص ما بيعرفش يحترم حدودك خالص، بيتدخل في خصوصياتك من غير ما يستأذن أو حتى ياخد رأيك. عارف اللي بنقول عليه بجح؟ هو ده. بيسأل عن تفاصيل حياتك الشخصية كأن من حقه يعرف، وبيتكلم في حاجات انت مش مرتاح تناقشها أصلا، ولو حاولت توضح له حدوده بيزعل ويتهمك انك جامد أو انك مغرور، وبينزل بسيمفونية بقى ما كانش العشم واسطوانة أنا بطمن عليك وده حق العشرة والعيش والملح. القرب بالنسبة له معناه إن كل حاجة مباحة بينكم ومفيش خصوصية خالص، وكل محاولاتك لرسم حدود بينكم بالنسبة له كأنها لم تكن. قول لنا عندك أنهي شخصية من الشخصيات دي في حياتك، ويا ترى بتتعامل معاها إزاي؟